هذه التحفة يجب على الجمهور الرياضي أن يحافظ عليها، خاصة من أجل احتضان إن شاء الله كأس إفريقيا 2025 بالجزائر. عودة من أجل احتضان إن شاء الله كأس إفريقيا 2025 بالجزائر. شنو هي؟ عودة من أجل احتضان إن شاء الله كأس إفريقيا 2025 بالجزائر. الطرود الملعب باسم الراحل نيلسون مانديلا، هذا الاسم الكبير اللي حارب التمييز العنصري، هو صديق الجزائر. هو مين ده؟ أنا عارفة يا ابني. هذه التحفة يجب على الجمهور الرياضي أن يحافظ عليها، خاصة من أجل احتضان إن شاء الله كأس إفريقيا 2025 بالجزائر. لا حول ولا قوة إلا بالله. لأنه هذا سيلعب دور كبير. الملعب رغم أنه فيه بعض الروتوشات الصغيرة اللي راح تكون جاهزة بمرور الساعات القادمة. كيف ما كيخفاش عليكم كاملين، الانسان اللي كيستهلك بصار اكثر من 4 المرات في النهار، اكثر من 5 وجبات، كتقدر الله يستر تطلع عليه البيصاره للراس وتاثر ليها الافكار ديالو، وبدا يقول شي حوايج لا يتقبلها العقل والعياذ بالله. اليوم هذه التحفة يجب على الجمهور الرياضي أن يحافظ عليها، خاصة من أجل احتضان إن شاء الله كأس إفريقيا 2025 بالجزائر. غدا راح تكون بداية العرس في انتظار تسليم ملعب تيزي وزو، تسليم أيضا ملعب الدويرة ومختلف المنشآت الرياضية، لتجعل من الجزائر قدوة في المنشآت الرياضية بإذن الله. لأنه هذا سيلعب دور كبير. الملعب رغم أنه فيه بعض الروتوشات الصغيرة اللي راح تكون جاهزة بمرور الساعات القادمة. اسمحوا لي يا اخوان نواجبوك التالي. بداية من الغد إن شاء الله راح يكون العرس الكروي ينطلق في ظروف رائعة إن شاء الله، ولا فوق من أجل احتضان إن شاء الله كأس إفريقيا 2025 بالجزائر. صحيح.